روح انتحر لحتى ارتاح يعني، روح انتحر لحتى ارتاح يعني. لو في عدل، لو في اسلام ما كنا وصلنا لهون. بس ما في اسلام ولا في عدل، لانه لون في عدل كانوا هالطفلات هدول طلع الميتات من الجوع وما في حدا يعني يساعدني فيهم. توم بنات لا حليب لا اكل لا شيء، لحتى مي وسكر بضحك عليهم، لا في سكر، حتى سكر ما في لحتى طعميهم، بضحك عليهم بس ضحك هيك بطعميهم، ميتات مع الميتين. وما في عدل، ما في عدل خالص، لا لحتى بالطريقه بضوي هيك على اولادي ما في عندي، ما عنا شيء يعني، ميتين مع الميتين، حتى ربطة خبز ما عنا، بحبة رزق بدي طعمي اولادي ما عنا. يعني شو بدي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم احسن شيء. اذا في عدل، اذا في اسلام بيطلعوا بهالطفلات هدول الميتات، لانه ما عندهم شيء. حليب صار لهم شيء 8 شهور ما في عندهم حليب، لكن مو حرام هيك طفلات عم يجي كل شيء للشعب، ما عم تنطوا للعالم شيء. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم احسن شيء. شو احتياجاتكم خالتي؟ احتياجاتي اني بس بجيب لها الطفلات حليب وادي الدين اللي علي، وجوزي بده عمليه، عرفت كيف؟ نعم. وعلي دين والله العظيم، هلا علي دين $300 بس حليب وحفوضات واكل للبيت. وهلا العالم كلها عم بتطالبني وبتهرب من العالم، بتهرب من العالم باخرة العالم، يا بتشتكي علي بتخرب بيتي يا اما بدي انطي للعالم. وشو بدي صاي اخر شيء ماني عرفانه، روح انتحر لحتى ارتاح يعني. وبالنسبة زوجك ما بيشتغل شيء؟ ما بيحسن، مريض يعني، بده عملية بتكلفه شي $250 الدكتور قال لي، بدك تاخذيه على دكتور خاص، وما في عندي قدرة، لا لحتى لو عندي قدرة كنت طعميت بناتي هدول الميتات من الجوع. لكن بنتي هي بتقلي ما بس بدي افطر وما عندي شي طعمية، لا خبز لا اكل لا شي، بيتي ما في شي فاضي. هي وهيك بنتك؟ لا هي ما بنتي، هي الصغيرة عمرها 6 سنين، وهي ما حرام. بنتي هي عاشت، بتعرف على شو؟ قلت لك والله العظيم عاشت عملية النعناع، عيشت عملية النعناع بنتي هي. حسبي الله ونعم الوكيل احسن شيء. وهلا عم يقولوا لي انه فيها فتحة بالقلب، مرضاني، وما بعرف شو بدي ساوي، وين بدي اروح فيها ماني عرفانه، بدها صور وما بعرف شو، ما بحسن اني باخذها، اخذتها قالوا لي بدك صور على حسابي، وانا ما عندي قدره باخذها على حسابي. طلع لهي الدكتور، طلع وين الورقه، طلع لهون جوا اذا بدك اشوفك اياها مشان الهي. وماني حسانه شو بدي صاي، كمان هي الطفله يعني بتمون بايدي وانا ما بحسن بصاي لها شيء، ما بصير يعني. حسبي الله ونعم الوكيل، شو بدي اسوي هلا؟ طلع هي الطفله، شو ذنبها هي الطفله لحتى تموت؟ انه بيرأفوا على الاطفال، بيرأفوا على الناس اللي عم تصار في. طلع انا الطفله هاي لك بدها عمليه بتكلفني ما بعرف قديش، ولا هذول الطفلات اللي ميتات قدامي ما بحسن بيصيروا شيء، لا اكل لا شرب. بتمنى منهم انه بيساعدونا بهالطفله كمان هاي اللي بدها ما بعرف، الله بجوز بدها عمليه بدها شيء ما بعرف، ولا هذول الطفلات بدهم حليب بدهم حفوضات. يعني بتمنى من كل قلبي انه بيساعدونا بيرأفوا علينا. والله مقطوعين من كل شيء مقطوعين. وابني مرضان ما يقدر لا يصرف علي ولا انا اقدر اصرف عليه، هو يبكي عليه وانا ابكي عليه، هو يبكي عليه وانا ابكي عليه.